قائمة منتخب السوري لمباراتين الوديتين بالشهر التاسع. هل خوسيه لانا هو اختار القائمة أم الاتحاد السوري؟ وشو راينا بهيك القائمة؟ كلها تفاصيل راح احكي لكم بهذا الفيديو بالتفصيل والشرح، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عالم سبورت في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولكن قبل مشاهدة الفيديو بتمنى منكم يا اخواني فضلا وليس امرا ما تنسون ضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة، ولايك كثير مهم والله يجبر بخاطركم. طبعا يا اخواني بالامس بوقت متاخر غير معتاد، نحن كنا دائما متعودين من الاتحاد السوري بيعلن عن قائمة المنتخب السوري يعني الظهر او العصر، بس هالمرة فاجئونا، نشروا الخبر يمكن ساعة بالعشر يمكن ب11. فشفت القائمة يعني بدي اعمل الفيديو شو بدي احكي فيه، يعني نفس الاسماء، فقلت اشوف اراء الجمهور اشوف اراء الناس وبعدين بطلع بحكي لكم كل شيء بالتفصيل. طبعا القائمة فيها اسماء جديدة، فيها حرس القديم حرس الحدود القديم متواجدين كميداني وجماعته موجودين، فيها استبعادات او اعتذارات كتير موجودة. فنحكي بالاسماء. اول شيء في حراسة المرمى اختار احمد مدنية ستيبان جليل الياس هدايا. في الدفاع ثار كروما ايميليانو عمور ايهم اوسو الاسطورة والصخرة عمرو ميداني، بالاضافة الى علي الرينا اسم جديد. احمد فقه بيلعب في الدوري السويدي جيد. خالد كردغلي مؤيد العجان مؤيد الخولي. اما في خط الوسط مرمور ابو القرقور محمد عثمان حلو المار ابراهام نوح شمعون داليهو علاء الدالي محمود الاسود محمد الحلاق مصطفى عبد اللطيف محمود المواس وبابلو صباح. هذول اسماء متواجدين. اما باقي الاسماء ففي منهم اعتذروا، وقت اعتذر عن تواجد للمنتخب بالفتره الحاليه كل من توبياس القاضي سيرفيرا عبد الرحمن ويس ايزاكيل عم خليل الياس بلال حلبوني عمر السومة لاسباب متعدده. سيمون امين بسبب الاصابه، عمار رمضان لعدم جاهزيته بدنيه بعد العوده من الاصابه. هاي حكينا لكم هذا الشيء، هاي الاسماء المتواجده، هاي الاسماء المستبعده. الاسماء الجديده احمد فقه متواجد، ويعني مصطفى عبد اللطيف، هذول متواجدين، وعوده محمد عثمان. فاسماء مو غريبه علينا متعودين عليها، بس هون في نقطه يا اخواني نحكي عنها بسبب الاستبعادات. كلنا بنعرف ان عمر السومة عم بيمر بأسوأ فترات بحياته، يمكن الله يبعد عنه كثير شغلات سيئة، بس هي أسوأ فترات بحياته. يعني العربي ما عم بيلعبوا، العربي ما عم بيقدروه، ما عم بيحترموه، هو بين نارين، بيبقى او بيخرج، بيروح ولا بيبقى، اكيد راح يغيب. وانا شيء عادي بالنسبه لي انه اشوف عمر السومة غايب. ما دام عمر السومة عنده هيك سبب، فاي لاعب اخر من المستبعدين او معتذرين، هذول مو مستبعدين، هذول هن طالبين اعتذار. مستبعدين وقت المدرب هو بيستبعدهم، هذول طالبين عندهم يعني عندهم كثير شغلات، فلازم نحن نتقبل هذا الشيء، خاصة مباراة ودية وفي لسه امامنا كثير وقت. ففي ناس عم بيقولوا مدرب بلش يقبل واسطات، مدرب فاشل، مدرب كيف بيختار هيك اسماء اللاعبين. طيب انتم يا اخواني بالعقل والمنطق، مدرب بحياته سمعان بلاعب اسمه عمرو ميداني؟ لا. مدرب بحياته سمعان باسم لاعب محمد المرمور؟ لا. اخواني هاي القائمة اختارها الاتحاد السوري لكرة القدم، تمام؟ هاي القائمة هن اللي اختاروها، مو مدرب. ومدرب ما له 1% ضمن هاي اختيارات، هن اللي اختاروا بهذه الاسماء لمدرب. فمدرب راح يشوف هذول الاسماء، بيجربهم هاي المباراتين وديتين، بيجربهم بعدين وبعدين 4-5 مباريات ودية راح يجرب الكل. بعدين راح يقول مرمور يلا على البيت، ميداني يلا على البيت، فلان يلا على البيت، علان يلا على البيت، عنز ما عنز، هذول كلهم على البيت. مفهوم يا اخواني؟ فبتمنى منكم ما يصير هجوم على مدرب. يعني والله العظيم بالامس شفت على فيسبوك وانستغرام انه في كثير ناس عم يقولوا مدرب فاشل وبلش بالواسطات وما بعرف شو، جايبين لي عمرو ميداني. يا اخي انت مدرب جبناك مشان ما تقبل واسطات. حبيبي المدرب ما له علاقه،
مدرب بحياته مو سمعان باسماء اللاعبين، الا كم اسم بيلعب بالخارج اكيد سمعان فيه كونه كمدرب. بس اما مثل المار ابراهام ومدنيه وخولي وعجان هذول ما بيعرفهم اصلا، ولا مره بحياته سمعان بهيك اسم. فالاتحاد السوري هم اختاروا هؤلاء اللاعبين واللي اعتذروا تقبلوا من اعتذارهم هاي المره، بس بعدين راح يكونوا متواجدين. فهاي كل حكي الصحيح، مدرب ما له علاقه باي اسم. بعدين بهالمباراتين وديتين راح يصير تصفيات لاعبين، شوي شوي لاعبين راح يطيرون، راح يجون مكانهم الافضل والافضل. والشيء اللي مهم بهاي القائمه يا اخواني انه لاعب احمد فقه متواجد. احمد فقه بيلعب في الدوري السويدي منادي ايك ستوكهولم هيك شيء، بيلعب مركز قلب دفاع، لاعب جيد. مثلا المنتخب السويدي للناشئين او يمكن للشباب اللي لاعب بفيدنا بهذا المركز. واللاعب الثاني مصطفى عبد اللطيف مثل المنتخب السوري الاولمبي، بيلعب مركز خلف المهاجم او جناح. هذا كمان اسم نتمنى يعني نستفيد من هيك لاعبين شبان. ملينا من الختايره، تعبنا من الختايره، بدنا لاعبين شبان. فعرفتم ليش انا ما عملت فيديو وحكيت بعد اصدار القائمه ونزول القائمه مباشره؟ حبيت اعرف اراء الجمهور. فالجمهور كل واحد بيحكي بكيفه، هذا بده هيك وهذا بده هيك، مو كل شيء نحن بدنا اياه بيصير. اذا هيك بيصير معناته انا كمان هلا بدي اصير مليونير، بدي اصير غني، خلص صرت غني انا؟ لا، الحقيقه والواقع لازم نتقبله، لازم نتقبله. وانتم يا اخواني اذا كلامي فيه شيء غلط بتمنى تكتبون بالتعليقات. انا ما عم دافع عن الاتحاد السوري مشان ما احنا نقول اني عم دافع، بس عم بحكي لك الحقيقه انه هن مختارين القائمه والمدرب راح يجربهم فقط لا غير. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.